وراك مخلية مشوية بريحة الفحم بأسهل طريقة تسوية هتعملوها بدون فرن وبدون سلق ولا تحمير وبألذ تتبيلة ممكن تعملوها. هتخليها طرية ودايبة وحلوة قوي، متأكدة لما تجربوها هتعجبكم ومش هتصدقوا طريقة التسوية. تعالوا نشوف طريقة. انا هستخدم وراك مخليه من العظم زي ما قلت. بنقول المكان اللي بنشتريها منه ان هو يخليها من العظم بالشكل ده كده، وفي ناس تقدر تخلي العظم كويس قوي بسهوله، هي بتبقى سهله بس بنوفر على نفسينا وقت. تقدروا تستخدموا في الوصفه الوراك العاديه بدون ما نخلي العظم عادي. غسلتها وصفيتها كويس قوي من الميه، وما تنسوش عصره الليمون يا جماعه، خطوه بسيطه بس بتفرق قوي في لون الفراخ وريحتها كمان، وبتخلي كمان قلبها فاتح. تعالوا بقى نعمل محلول النقع مهم جدا. هجيب بصلايه مقطعه واي توابل حصى عندنا، فلفل اسمر، كبابه صيني مع ورق لورا. كان عندي زنجبيل هنا اخدت منه جزء، لو مش عندكم مفيش مشكله خالص. معلقه سكر، معلقه ملح، وعصير ليمونه كبيره، ربع كوبايه من الخل الابيض العادي، ولتر من الميه، ونقلب كده الكلام ده مع بعض. بعد كده هجيب طبعا الوراك بنفس الطريقه والخطوات. هنحط بقى الوراك بالشكل ده كده ونخليها متغطيه بالمحلول، ونسيبها كده في المحلول ده نص ساعه، ساعه الا ربع، بس مش اكتر من كده. تعالوا بقى نعمل في الوقت ده التتبيله. ألذ تتبيله ممكن تعملوها للفراخ. في بول هضيف كوبايه صغيره من الزبادي او ما يعادل 3 معالق كبار، معلقه من الثوم المفروم، ده زنجبيل فريش كان عندي اخدت منه قطع، تقدروا تستخدموا زنجبيل بودر عادي جدا، معلقه كبيره او معلقتين صغيرين من الصلصه، معلقه كبيره من دبس الرمان. والتوابل المكتوبه دي عباره عن توم بودرة وبصل بودرة وفلفل أسمر وبابريكا ومرقة فراخ بودر وملح، حوالي 3 معالق كبار من الخل، وهاخد بشر الليمون كده بس من بره، وعصير ليمونه كبيره او 2 صغيرين، واي بقى توابل عطريه زي الزعتر او الروزماري الموجود، حوالي ربع كوبايه من الزيت، وقلبوا التتبيله دي حلوه جدا لاي فراخ هتعملوها سواء في الصواني او كمان للبانيه، بس بنشيل منها الزيت. كده التتبيله بقت جاهزه. هنشوف بقى محلول النقع. شايفين شكله؟ انا سبته حوالي نص ساعه و5 دقائق او 10 دقائق. بصوا بقت الانسجه طريه جدا، كمان الميه لونها اتغير، يعني مش هتلاقوا فيها اي تكتلات دمويه، وكمان لونها هيبقى حلو قوي. غسلتها كمان وصفيتها وبقى ده شكلها. هنزل بالتتبيله على طول على الوراك المخليه او بقى الوراك اللي انتوا هتعملوها لو كامله، وتغرقوا الوراك كلها كده بالتتبيله علشان تاخد طعم التتبيله الحلو ده. علشان تبقى طعمها حلو ونسيبها في التتبيله شويه كده، مش اقل من نص ساعه لساعه، يعني كل ما نسيبها اكتر هتكون احسن، هتبقى طعمها احلى. خلاص سبتها في التتبيله وشربت كل التتبيله والطعم اللي فيها. هنجيب بقى الشبكه دي موجوده عند اي محل ادوات منزليه، بتقدروا تجيبوها، ليها مقاسات صغيره كبيره زي ما تحبوا. ادهنها كده بالزيت كويس عشان ما تلزقش فيها الفراخ. وبعد كده بقى هرص الفراخ زي ما انتم شايفين بالشكل ده. حطيت طماطم كمان مقطعاها بالشكل ده كده مع فلفل حار، ده اختياري، وشويه من التتبيله، وهدهن بيها بالفراخ من فوق كمان كلها، والخضار كمان مش الفراخ بس، عشان كلهم يطعموا كده. هتخلوا بقى الشوايه من بره كمان كده تكون بالعرض او بالطول حسب حجم الفرن عندكم. انا مش هسويها في الفرن، ايوه زي ما سمعتوا، يعني انا هدخلها الفرن بس مش هشغل الفرن، هشغل الشوايه زي ما انتم شايفين كده على اعلى حراره في الشوايه، والرف قريب قوي ليها، ومش هتتحرق ولا حاجه، وهتستوي وهتبقى تحفه زي ما انتم شايفينها كده. هسيبها لحد ما تاخد لون من فوق نفس لون الشوي اللي احنا عارفينه، وكل شويه ممكن نحرك الشوايه يمين شمال عشان كلها تاخد لون واحد من فوق. هتاخد اول مره تقريبا من 25 ل 30 دقيقه، وبعدين اخرجها واقلبها زي ما قلبتها كده، وادهنها بشويه من التتبيله، وارجع تاني احطها تحت الشوايه برده لحد ما تاخد اللون القمر ده. تحفه جدا، مشويه وكلها مستويه ودايبه. لو عملتوا نفس الخطوات هتطلع احلى فراخ مشويه ممكن تاكلوها، ولما تجربوا هتعرفوا. والشكل لوحده زي ما انتم شايفين كده هو اكتر حاجه بتورينا ان هي مستويه وتحفه جدا، يعني شكلها بيتكلم لوحده. محلول النقع اللي احنا عملناه خلى انسجه الفراخ بقت طريه جدا وتقدر تستوي معانا بسهوله. كمان حراره الشوايه العاليه هتخليها تحتفظ بكل الطراوه اللي فيها من غير ما تنزل ميتها، تخليها تاخد لون. كل ما نلفها كمان هيتوزع اللون كله عليهم. عشان كمان بقى ناخد ريحه الفحم، هحط كده فحمه صغيره تكون سخنه، عليها شويه من السوائل اللي نزلت منها، غطيها بالفويل دقيقتين 3 بس كده، وهتاكلوا اطعم والذ فراخ مشويه. شكلها تحفه بجد يا جماعه، اي حد يشوفها مش هيصدق ان انتوا عاملينها في البيت بشكل ولون المشويه اللي بنجيبها من بره. السؤال التقليدي هنعمل جنبها ايه؟ انا عملت معاها صينيه بطاطس في الفرن خطيره، عملناها كتير تقدروا تشوفوها. قدمتها مع الرز اللي بالشعريه، عايزين تقدموا معاها رز ابيض زي ما تحبوا. البطاطس مع الخضار المشوي خطير، وانتوا عارفين الرز بالشعريه بيليق قوي مع صينيه البطاطس القمر دي، مع شويه مخلل حلوين كده بيتي او انتوا شاريينه جاهز. وبس كده، انا متاكده لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. تعالوا بقى بصوا الطراوه اللي في الفراخ مستويه ودايبه ازاي، حلوه جدا وطريه طراوه، وشايفين لونها من جوه كمان فاتح ازاي، مستويه ودايبه مع البطاطس رهيبه. وكالعاده هستنى رايكم في كومنت جميل زيكم لو عجبتكم الوصفه، وصحتين وهنا يا رب.